واش معقول في الوقت اللي كلشي شاعله فيه العافيه في المغرب، من المازوت اللي زادوا فيه 60 سنتيم دفعه واحده، القفات الخضراء واللحوم الحمراء اللي قفزت لمستويات قياسيه، لقاو ماده اساسيه وحده الاسعار ديالها كتنهار وكتهبط بشكل مفاجئ في الاسواق المغربيه. نعم، كنتكلموا على الدجاج الرومي اللي هبط الثمن ديالو في بزاف ديال المدن المغربيه ل 14 و 15 درهم للكيلوغرام، بعد ما كان وصل ل 26 و 27 درهم في الاسابيع الماضيه. السلام عليكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في حلقه جديده. الاسواق المغربيه اليوم كتعيش زلزال حقيقي وقلب كامل للموازين. الشارع المغربي منقسم اليوم لجوج جوايه، وكل جهه عندها روايه كتدافع عليها. الجهه الاولى كتاكد باللي هذا الانهيار التاريخي هو انتصار ساحق للمقاطعه الشعبيه الذكيه ولحملات نظام الطيبات اللي كيقودها الدكتور ضياء العوضي، واللي خلات الاف العائلات المغربيه والجاليه هذا الصيف تقاطع الدجاج الرومي بصفه نهائيه. والجهه الثانيه ديال الكسابه والمهنيين كتقول باللي صاد الصيف وحراره يوليوز الحارقه هما اللي فرضوا هذا الرخاء باش ما تضيعش ليهم السلعه. في هذه الحلقه الجديده غنكشفوا بالحقائق وبالارقام ومن قلب الضيعات والاسواق شنو كيوقع في كواليس قطاع الدواجن بالمغرب. واش فعلا وعي المواطن والمقاطعه هما اللي ركعوا اللوبي وغلبوا جشع الشناقه، ولا كاين لغز اخر كيخبيوه لك السبب وراء هذا الانخفاض المفاجئ؟ وهذه المره هذا الفيديو بغيناه يكون هو نبض الشارع المغربي. نزلوا كاملين دابا لتحت لخانات التعليقات وجاوبوني بصراحه، شحال لقيتوا ثمن الكيلو ديال الدجاج اليوم في الحي او المدينه ديالكم؟ واش نتوما مقاطعين ومشاركين في نظام الطيبات، ولا كتشريوه وعجبكم هذا الرخاء؟ كتبوا لي ارائكم لتحت بكل حريه واسم مدينتكم، وديروا لايك واشتركوا في القناه حيت هذه الحلقه غتشعل النقاش. وتابعوا معايا الحلقه حتى الاخر. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول الاخبار المغربية. خوتي، لشهور طويله والمواطن المغربي المقهور كيشتكي من الارتفاع الصاروخي لثمن الدجاج. وصلنا لواحد الوقت ولا الدرويش فاش كيمشي لعند الرياش كيلقى الثمن 25 او 26 درهم للكيلو، يعني دجاجه متوسطه ديال 2 كيلو كتطلع عليه ب 50 او 60 درهم. هادشي خلى العائلات البسيطه تحس بالخنقه، حيت الدجاج كان ديما هو الملاذ الاخير فاش كيغلى الحوت واللحم البقري. ولكن هاد الايام الاخيره وقعت المفاجاه والصدمه كانت مقلوبه. الاسعار تهاوات في اسواق التقسيط ل 15 درهم، وفي اسواق الجمله الكبرى بحال سوق عين الشق بالبيضاء او اسواق فاس وطنجه وصل الثمن حتى ل 13 درهم. هنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق التحديات الرقميه رفعوا شعار النصر، كيقولوا باللي حملات المقاطعه الشرسه اللي انطلقت وتوسعت تحت لواء نظام الطيبات للاستاذ والدكتور ضياء العوضي عطات المفعول السحري ديالها. هذا النظام اللي كيدعو للمقاطعه التامه للدجاج الرومي واعتباره ماده غير صحيه بسبب طريقه التربيه ديالها، لقى واحد الصدى خيالي ومستمر عند ملايين المغاربه وحتى الجاليه اللي دخلت هذا الصيف. العائلات بدات كتغير الثقافه الاستهلاكيه ديالها وبدات كتعوض الدجاج بالبدائل الطبيعيه والاسماك المتوفره، والنتيجه السلعه بقات كتدور في السوق، والشركات الكبرى والشناقه لقاو راسهم مجبرين يهبطوا الثمن حيث ما بقاش الاقبال كيف ما كان. واش هذا ماشي دليل قاطع على ان المواطن المغربي الى تضامن وعى بالقوه الشرائيه ديالو كيقدر يفرع عن اللوبيات ويفرض الكلمه ديالو في السوق؟ ولكن كيف ما عودتكم ديما في هذه القناه ما نقدرش نعطيكم زاويه وحده ونمشي بحالي، لازم نسمعوا للطرف الاخر ونشوفوا شنو كيوقع في كواليس الضيعات الفلاحيه وعند الكسابه الصغار والمتوسطين. المهنيين وجمعيات منتجي الدواجن كيخرجوا بتقارير كيقولوا فيها كلام اخر، كيأكدوا باللي هذا الانهيار المفاجئ في الاسعار ما عنده حتى شي علاقه مباشره بمقاطعه نظام الطيبات، وانها السبب الحقيقي والواقعي هو قنبله الصهد وموجه الحراره المفرطه اللي كتشهدها بلادنا هذه الايام في شهر يوليوز. خوتي، الدجاج الرومي طائر حساس جدا لدرجه الحراره المرتفعه ونسبه النفوق، يعني الموت المفاجئ ديال الدجاج وسط الكوارع بسبب السخونيه كترتفع بشكل مرعب في فصل الصيف. الكساب فاش كيشوف المحرار كيوصل ل 40 و 45 درجه في مناطق الانتاج الكبرى بحال قلعه السراغنه بني ملال او دكاله. كيدخلوا الرعب والخوف، تضيع عليه السلعه كامله ويموت ليه الدجاج في ليله واحده ويفلس تماما. ايوا شنو كيدير؟ كيولي مجبر يخرج الدجاج للبيع باي ثمن واخا مازال ما وصلش للوزن المثالي، وكيغرق به الاسواق بسرعه باش يتخلص منه قبل ما يموت ليه.
هذا الفيض والوفرة الكبيرة والغير الطبيعية في العرض مع انخفاض طفيف في كلفة الصويا والذرة عالميا هذه الأسابيع هما اللي فرضوا على السوق يطيح الثمن بهذا الشكل الصاروخي. يعني ظروف المناخ تجمعت مع وعي المستهلك وخلقت هذا الرخاء المؤقت. هنا يا إخواني وأخواتي كنوصلوا لمربط الفرس والتناقض الصادم اللي كيفتح عيوننا على حقيقة تدبير الأسواق في بلادنا. شوفوا معايا هذه المفارقة فاش كيتعلق الأمر بمادة كينتجها الفلاح أو الكساب المغربي البسيط اللي كيضرب ثمره العام كامل بحال الدجاج أو الخضر. السوق كيخضع لقانون العرض والطلب بكل قسوة، وإلا كثرت السلعة الثمن كينهار والكساب الصغير كيتحمل الخسارة والإفلاس بوحده في غياب أي دعم أو صندوق حكومي كيحميه من تقلبات المناخ والصهد. ولكن فاش كيتعلق الأمر بالمحروقات الغازوال والمازوت اللي كتسيطر عليه الشركات الكبرى واللوبيات النافذة كنشوفوا العجب العجاب. البترول كيهبط عالميا لأسابيع والأسعار عندنا كتبقى شادة السما، وهاد الأيام فجأة بلا مقدمات زادوا فيه 60 سنتيم دفعة واحدة ليقترب من 14 درهم. هادشي كيبين للمواطن الذكي أن منظومة المراقبة الحكومية كتخدم بجوج وجوه، عين ميكا وصمت مريب مع الحيتان الكبيرة وشركات المحروقات، وفي نفس الوقت ترك الأسواق العادية تعيش في سيبة وفوضى الوسطاء والشنقة اللي كيمتصوا ضمن الكساب والمستهلك معا. انهيار ثمن الدجاج اليوم بسبب وفرة الصهد والوعي كيعطينا درس تاريخي. الثقافة الاستهلاكية الجديدة والمقاطعة والبحث عن البدائل الطبيعية بحال اللي كينادي به نظام الطيبات وضياء العوضي ولات هي السلاح الوحيد الحقيقي والدرع الواقي اللي في يد الدراوش لحماية جيوبهم وولاداتهم بعد ما رفعت الجهات الوصية يديها على حماية قفة المواطن. في الختام خوتي وخواتاتي، هذا الكلام وهذا التحليل كنقولوا حيت بلادنا غالية علينا كاملين، والمواطن المغربي كيستحق يعيش بالكرامة ويلقى قوته اليومي وثمن طاجينه بأثمنة معقولة ومستقرة. دابا الدور ديالكم، وبغيت هذه الحلقة تكون استثنائية في التفاعل. واش كتشوفوا باللي وعي المغاربة وتضامنهم مع نظام الطيبات هو اللي ركع السوق وهبط الدجاج ولا الصهد وفرة السلعة هما السبب الحقيقي؟ واش كتظنوا باللي هذا الرخاء غيدوم ولا غيسالي الصيف وغيرجعوا يشعلوا فيه العافية؟ خليو لنا خانات التعليقات لتحت تشعل بنقاشكم الراقي والآراء ديالكم الحارقة. كتبوا لي الثمن والمدينة والرأي ديالكم في التعليقات بكل صراحة، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو. وإلا كنتو كتشوفوا هذا الصوت الحر كيستحق التشجيع اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد دائما. تبارك الله عليكم كاملين، حافظ الله شعبنا الصبور ووطننا الغالي، والله يشفي ملكنا العزيز. كان معكم أخوكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.